طيب مبدئيًا كده ارجع شوف الفيديوهين اللي فاتوا وعدّها لي عشان تستوعب اللي هاقوله في الفيديو ده. معاك إسلام عبد الوهاب مهندس متخصص في تحكم الذكي للبيوت. قبل ما نبدأ انزل تحت بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. يلا هاستناك مش هاتحرك من مكاني أهو. ثمن واحد ثمن واحدة والنبي يا ري. كفاية بقى، ده ثمن واحد. كفاية بقى. خلصت؟ يلا بقى عشان نبدأ الفيديو. DIIA ده اختصار لديجيتال illumination interface alliance، يعني من الآخر منظمة الدالي سيستم. الناس دول بقى عملوا إيه؟ قال لك بروتوكول الدالي ده كان فيه شركات كتيرة بتصنعه وواجهوا مشاكل في التوافق بين الأجهزة. فقال لك إيه؟ إحنا هنطلع إصدار جديد من الدالي ونسميه دالي 2. هنعمل فيه اختبارات صعبة جدا لأي جهاز هيتحط عليه اللوجو بتاع دالي 2، والاختبارات هتتمحور على أهم حاجة وهي التوافق بين الأجهزة المصنعة من مختلف الشركات. أحب أقول لك إن المنظمة دي في البداية كانت بتتكون من 7 شركات من كبرى شركات الإضاءة، وهم إيركو، هيلفر، انستا، لوترون، اوسرام، فيليبس لايتنج، ترايدونيك. وبعدين بقت بتضم جميع الشركات اللي بتصنع أجهزة الدالي على مستوى العالم، واللي وصل عددهم حاليا أكتر من 300 شركة. طيب إيه الفرق بين الدالي 2 وبين الدالي 1؟ هقول لك بقى على الفروقات وليه دالي 2 أحسن من دالي 1. أولا، دالي 1 كان بس بيتمحور حول محولات الإضاءة. في دالي 2 بقى فيه كنترول ديفايس أو أجهزة تحكم دالي، مش بس محولات إضاءة، لا ده عندك 64 محول إضاءة وكمان لحد 64 كنترول ديفايس أو أجهزة تحكم في نفس الدالي لاين، سواء كانوا أزرار أو أي انبوت ديفايس تانية زي السنسورز أو الحساسات، بس بشرط إن مجموع التيار لا يتعدى ال 250 ملي أمبير، لأنه ده الماكسيمم كارنت ليميت بتاع الباور سبلاي في الدالي 2. رقم 2، الفيت تايم، يعني الوقت المستهلك عشان توصل لإضاءة اللمبة للمستوى المطلوب. يا جماعة الفيت تايم في دالي 2 بقى جبار. تخيل إنه بيبدأ من 0.1 ثانية لحد 16 دقيقة. يعني عشان تغير مستوى إضاءة اللمبة مثلا من 100% ل 70% بتظبط الوقت زي ما أنت عاوز، معاك من 0.1 ثانية لحد 16 دقيقة. حاجة مجنونة في عالم الإضاءة. الموضوع ده بيستخدم أحيانا في عمل سيناريوهات كتيرة، منها إنك تعمل محاكاة لشروق الشمس وغروبها جوه غرفتك. مش قلت لك حاجة مجنونة؟ الحاجة التالتة تحسين التوافقية بين الأجهزة أو الانتروبيلابيليتي. بيلابيليتي إيه يا عم؟ بيلابيليتي إيه؟ بلبلوك. بليلة بلبلوكي. بليلة بلبلوكي. الحاجة التالتة تحسين التوافقية بين الأجهزة أو الانتروبيرابيليتي عن الدالي 1. زي ما قلنا في البداية ده السبب الرئيسي في وجود بروتوكول الدالي 2. انت عارف انه عشان الشركات تصنع جهاز معتمد من الدي اي 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 وعليه اللوجو ده بيحصل ايه؟ احب اقول لك انه اي جهاز بيتصنع بيمر باختبارات صارمة جدا. الموضوع مبقاش سهل زي الاول. اللوجو بتاع الدالي 1 ده ما كانش دليل قوي على الكومباتيبلتي مع اي جهاز بسهولة، وكانت بتحصل مشاكل كتيرة في الانتجريشن بين الأجهزة من شركات مختلفة. أحب أقول لك إن الموضوع ده كله اتغير لما وصل الدالي 2. لو لقيت جهاز عليه لوجو الدالي 2 اعرف إنه متوافق 100% مع أي جهاز بيتكلم دالي 2 برضه، حتى لو كان من أي شركة حول العالم. واعرف إنه اجتاز كل الاختبارات المطلوبة من الدي اي اي اي. يا راجل ده حتى الباور سبلاي بتاع الدالي بقى يعملوا له اختبارات ويتم اعتماده ويتحط عليه لوجو الدالي 2، على عكس دالي 1 اللي ما كانش بيعتمدوا فيه أي باور سبلاي. الفرق الرابع، في دالي 2 تقدر تتحكم في اللمبات متغيرة الإضاءة والتربل لايتس. طبعا احنا كلنا عارفين ان درجات الإضاءة في أغلب اللمبات بتتراوح ما بين 2700 كلفن و 6500 كلفن تقريبا. ولو ما تعرفش يعني ايه كلفن فما توجعش دماغك، الموضوع كبير هنشوف له حلقة لوحده بعدين. بس اللي يهمك دلوقتي انه درجات الألوان البيضاء للإضاءة تقاس بوحدة الكلفن. وكمان في الدالي 2 تقدر تتحكم في إضاءة الار جي بي اللي هي فيها الأحمر والأزرق والأخضر. طبعا كل الحاجات دي مش موجودة في دالي 1. طيب تفتكر إن الدي أي أي إي وقفوا تطوير لحد كده؟ خليك أنت نايم في العسل يا معلم. خلينا نفترض إن أنت راجل مركب في بيتك نظام الدالي ده، وفي عندك في البيت غرفة مش قادر توصل لها أسلاك والموضوع مكلف ومش عاوز تكسر الدنيا. فتعمل إيه يا معلم؟ خد عندك أول حل،
بتركب جهاز اسمه جيت واي في أقرب مكان للغرفة دي، وتجيب محولات بلوتوث أو زيجبي لكل اللمبات اللي في الغرفة دي. فالجيت واي دي بقى بتتوصل على كيبل النظام الدالي، وهي بقى اللي بتترجم الأوامر من لغة الدالي للغة البلوتوث أو الزيجبي لكل الأجهزة اللي في الغرفة. طبعا بتحكي معاهم وايرلس بدون أي وايرات. بس إيه المشكلة في الحل ده؟ إنه الجيت واي بتعمل برودكاست لكل المحولات اللي في الغرفة. يعني ما تقدرش تتحكم في كل لمبة لوحدها، لا. لو هترسل أي أمر سواء إنك تطفي أو تشغل، الأمر هيطبق على جميع لمبات الغرفة بلا استثناء. لذلك الحل ده هتفقد معاه أهم ميزة في الدالي، وهي إنك تتحكم في كل لمبة لوحدها باستقلالية تامة. طيب تفتكر إن الدي اي اي تسكت على الكلام ده؟ لا والله أبدا. طلعت بقى بروتوكول جديد اسمه دالي بلس. إيه قصته ده كمان؟ بكل بساطة لو عندك أليكسا في بيتك، بس أليكسا اللي بتحكي ماتر مش أي أليكسا، هتجيب محولات الدالي بلس وتركب عليها لمبات، وتفتح موبايلك وتبرمج كل محول لوحده عن طريق ابلكيشن أليكسا. هتلاقي كيو ار كود كده على كل محول، تعمل له سكان عن طريق تطبيق أليكسا، وخلاص كده خلصنا. على فكرة شفت الموضوع سهل ازاي؟ طبعا هتقول لي يا عم ايه الكرواتة دي؟ الأجهزة دي ازاي بتحكي مع بعض ومع الموبايل؟ ايوه كده، برافو عليك، مصحصح ما شاء الله. سؤالك في محله يا اسطى. الدالي بلس ده يا معلم بيستخدم بروتوكول معين كده في الاتصال بين المحولات وبين المفاتيح، بنسميه ثريد. لو أول مرة تسمع عنه، ده بروتوكول بتحكي بيه الأجهزة بينها وبين بعض عن طريق الواي فاي. أحب أقول لك إن البروتوكول ده من أحدث البروتوكولات الوايرلس في سوق البيوت الذكية. بس ده مش موضوعنا النهاردة، هنتكلم عنه في حلقة الوايرلس سمارت هوم بشكل مفصل. نرجع للدالي بلس. هتسألني سؤال تاني: لو أنا مركب عندي اوريدي دالي سيستم في البيت، إزاي أضيف محولات دالي بلس؟ اوعى تقلق يا معلم، الجماعة دول ما بينسوش حاجة. في حاجة اسمها دالي بلس بريدج. ده وظيفته إنه يمرر الأوامر من نظام الدالي الواير لنظام الدالي بلس والعكس. طيب نيجي لآخر اختراع معانا من أنواع الدالي، وهو دي 4 اي، وهو اختصار لدالي فور انترنت اوف ثينجز. ده يا طويل العمر والسلامة أكتر استخداماته في إضاءة الشوارع. شفت أعمدة الإنارة؟ بيكون في محول دالي جواها، بس مع فرق بسيط، وهو إنه ده نسكافيه 2 في 1. طبعا أنا بهزر. انا دم خفيف على قلبي قوي، بحبني موت. أنا قصدي إنه ده محول وباور سبلاي في نفس الوقت. ليه بقى؟ لأنه عمود النور ده بيكون فيه حساس دالي. بكل بساطة بتوصل بس كهرباء لعمود الإنارة ده، وهو بيكون all in one. بيكون الحساس شابك على الدالي في المحول، واللمبة شابكة على المحول برضه، والإنارة بتطفي وتشتغل وتظبط درجة إضاءتها بناء على برمجة الحساس ده. المحول ده بقى بيتوصل عليه جيت واي عشان يحكي وايرلس مع الكلاود بتاع الشركة بتاعته، وبيدي لك كل الداتا عن اللمبة دي. بيدي لك ريبورت كامل عن ساعات عملها وكل حاجة متعلقة في اللمبة. وبس يا سيدي، متنساش كالعادة تعمل لي سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. استناني الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن التطبيق العملي على أرض الواقع أكتر للدالي سيستم، وكيفية ربط الدالي سيستم مع نظام البيوت الذكية KNX وغيره. ويلا سلام.